قبل وبعد استخدامه. انا استخدمته لوحده ما جربتش معاه حاجه تاني. انا لقيت اكتشاف بيعالج الخطوط حوالين العين وكمان بيعالج الهالات، وده من الكريمات القليله جدا اللي جربتها بتعمل ده حرفيا. انا وانا بعالج عيني، لو تفتكروا الفيديو اللي كنت نزلته لكم عن الكريم اللي بوظ لي منطقه الجفن دي خالص، جربت كذا حاجه من ضمنها الكريم. تجربه كده وشفت الانجريدينتس بتاعته، وكان من ضمنها على فكره برضو ريتينول. عشان بس اقول لكم انه كريم الريتينول اللي انا جربته ده كان سيء وبشع. مش معنى ان الكريم فيه ريتينول هو اللي عمل كده، لا خالص. جربته حرفيا وهم في الترطيب، ترطيبه حلو جدا، سيب المنطقه مترطبه ومش دهنيه، لان الدهون في الحته دي ممكن تعمل حبوب المليه. يساعد على تفتيح المنطقه دي وعلاج الهالات. بس خليني اقول لكم، مش الهالات الوراثيه ولا الهالات المزمنه اللي ناتجه عن مشكله من جوه الجسم، انا بتكلم على علاج الهالات الناتجه عن الارهاق، قله النوم. الحاجات دي بيضيعها تماما، المنطقه بتبقى شكلها جلوي قوي مترطبه، وما عندكيش ولا خط واحد بعد ما بتجربيه. الدليل على كده انا هوريه لكم بالصور قبل وبعد استخدامه. انا استخدمته لوحده ما جربتش معاه حاجه تاني. شوفوا شكل العين كان عامل ازاي وبقى شكله عامل ازاي بعد ما جربته. ده ترشيح بناء على تجربتي الشخصيه، ولا اعلان ولا شركه تعرفني ولا انا اعرفها. انا جبته بالصدفه علشان خاطر اجربه، لاني بجرب حاجات تانية كتير برضه هكلمكم عنها في من ضمن الحاجات اللي جربتها في كريمات العين يعني لوحدها في فيديو منفصل. فلو عندك هالات او عندك خطوط جربيه، تحفه، هيعجبك جدا وهيفرق في روتين وشكل عينك جدا.